طب تمام كده يا جماعه ولا ايه؟ التايم ستامب او التايم ديت وصلت؟ في حد مش فاهمها؟ اتنين تاني. التايم ستامب ده نوع داتا تايب، نوع داتا تايب زي الديت زي النمبر زي الفارتشار زي كل ده. بس بيسيف لي التاريخ مثلا 2/2/2012 الساعة 8.56 وشوية كسور من الثانية اللي هي كسر الثانية، فبيجيب لك هنا كسر الثانية، بيجيب لك الوقت وبيجيب لك كام ايه كسر الثانية في التايم ستامب. الانترفال يير تو مانث كنت بتقول له لو سمحت انا عندي 25 شهر، كام سنة؟ هيقول لك كام سنة، هيحسب لك بقى ديت 2.5 او سنتين. تمام، سنتين وشهر، سنتين ايه وشهر. ال25 شهر دول يعني هيحولهم لك بالسنين يبقى سنتين وشهر. طب لو انا عندي سنتين يبقى كام شهر؟ 24 شهر. تمام، ده هنا في الانترفال يير ايه تو مانث. الانترفال داي تو سكند كانت بتقول لك ايه؟ الراجل دوت اشتغل 15 يوم، انا عايز اعرف اشتغل كام ساعة بالظبط، فحول لي من ايام الى ساعات. بس هنا تو سكند يا باشمهندس، قال لك لا، قال لك هنا stored as an interval of day hours minutes and a second، يعني هيحولها لك من دي الى ساعات ودقايق وايه وثواني. هل في مشكلة في الاتنين دول؟ ما انا هحاول اجيب لك مثال دلوقتي. يعني انا جيت هنا بقول له تايم ستامب هيديني ايه؟ الفرنكشنز سكندز بريزنتنس اللي هي بتديك الايه الكسور من الثانيه والكلام ده. التايم ستامب عندنا حاجه اسمها تايم ستامب وذ تايم زون. التايم ستامب وذ تايم زون هنا في الحته دي في التايم ستامب وذ تايم زون بيقول لك فيها مثلا يعني احنا في مصر صح، هيقول لك الساعه 8.58. تمام، انت فارق عن التوقيت العالمي بلس 2، هيزود لك كده في الساعه لما تيجي تقول بلس 2. لا يا جماعه مش بيبقى في جمله سيلكت، احنا خلاص بقى احنا هنا في الكرييت، احنا بنكريت تيبل. ده نوع داتا تايب زيه زي النمبر زي الفارتشار، ما بنستخدموش في السيلكت يا جماعه. انت هتقول له كرييت تيبل، العمود ده نوعه تايم ستامب وتايم زون. هي وصلت يا جماعه؟ هننسى السيلكت. انت عايز تدخل بيانات في الجدول بداتا تايب معينه. باشمهندس محمود عثمان، انت برضو متخيل ولا فاهم برضو ان هي جمله سيلكت؟ طب تمام انت بتقول له مثلا كرييت تيبل اسمه تايم، وتفتح القوسين وتقول له اعمل لي العمود الاولاني نوع الداتا تايب بتاعته تايم ستامب، اعمل لي عمود تاني تايم ستامب وتايم زون، واعمل لي عمود تالت تايم ستامب ولوكال تايم زون. تمام، فهيجيب لك هنا الوقت بتاع الجهاز بتاعك كامل بالتاريخ بالساعات بالدقايق بالثواني تمام. هنا هيجيب لك بلس 2 لو انت على حسب بقى انت فين، بلس 2 بلس 3 على حسب المكان اللي انت فيه. وهنا هيجيب لك التوقيت المحلي بتاعك لوكال تايم زون، لوكال التوقيت المحلي التوقيت العالمي يعني، فرقك عن توقيت ايه العالمي. تمام. الانترفال يير تو مانث، بص هنا قال لك ايه؟ حط لي هنا عدد الايام عدد السنين وحولها لي الى كام ايه شهر. interval year to month data type stored provide of time using the years and months data time fields. الكلام دوت ما يعني انت
لازم تعرفوا، لازم تعرفوا. بس انا لحد دلوقتي عملت كذا داتابيز ما استخدمتش الانترفال دي خالص يعني، الا لما تطلب يعني. انا عايز احسب العامل عندي في المصنع بيشتغل كام ساعه، فبقول له ماشي هو معدله كام يوم، 15 يوم، هذا 15 يوم، واقول له انترفال داي تو سكند، حولها لي الى سكند، فهتتحول من 15 يوم، هيروح حاسبهم لي، يقول لك الراجل ده العامل ده اشتغل بيور مثلا 24 ساعه، يعد لي بقى كام ساعه بقى، 500 ساعه وكام دقيقه فاهمين؟ بس يلا عشان احنا مش معانا الا نص ساعه كمان، فنشرح الكونسترينت. نشرح الكونسترينت. في حاجه وقع منك في اللي فات، اتمنى بس طلب من الناس الموجودين معانا، الجست والرقم، حاول تغير، تحط اسمك، حاول تحط اسمك لو سمحت. يعني انا حاسس ان نص الناس جست 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 جست، فيا ريت الناس تحاول تغير اسمها من فوق كده كده تحت التول بار فوق التشات فوق الاتندنس هتلاقي مربع، حاول تكتب فيه اسمك. طيب احنا عندنا هنا شويه كونسترينت بنعملها على الكولم بتاعي، هم خمسه عندنا في الاوريكل. قال لك عندك كونسترينت اسمه نوت نال، يعني ما ينفعش اسيبه فاضي، يعني الكولم ده لازم لو انا بدخل بيان لازم ولا بد ان انا احط بيان جواه، يعني ما ينفعش اسيبه ايه في نال. قال لك نوت نال يبقى لازم، ما ينفعش يبقى في نال، لازم ادخل فيه بيان. اليونيك هنا، اليونيك قال لك ما ينفعش تكرر اتنين زي بعض، ازاي يعني؟ مفيش في العالم كله اتنين ليهم نفس الايميل، عمرك شفت اتنين ليهم نفس الايميل؟ استحالة. يبقى هنا اليونيك حاجة فريدة من نوعها غير مكررة، بس ينفع تتساب فاضية. مثلا انا مني واحد ما عنديش ايميل، نفترض ان انا ما عنديش ايميل، هل عيب حرام؟ قال لك لا، ينفع ان انت ما يكونش عندك ايميل، يبقى ما يتكررش بس ينفع يتساب فاضي. ركز معايا في الكلام اللي انا بقوله ده، نوت نال ما ينفعش يتساب فاضي، تمام؟ بس ممكن يتكرر، صح ولا ايه؟ صح. اليونيك قال لك ممكن يتساب فاضي بس استحالة يتكرر. البرايمري كي جامع الخصائص بتاع الاتنين دول، يعني ما ينفعش يتساب فاضي وما ينفعش يتكرر، يتكرر، وهو المفتاح الاساسي الخاص بيه، تمام؟ الفورن كي المفتاح الفرعي بتاعي، لو انا عايز اعمل ربط بين جدولين فبعمل برايمر كي وفورن كي، وهنشرحها بالتفصيل الممل دلوقتي. اللي تشيك مثلا انا عايز ان الراجل وهو بيدخل المرتب، اقل مرتب عندي في الشركه ما يقلش عن 1000 جنيه، يعني ما ينفعش يدخل 900 جنيه، جنيه. فهقول له تشيك على البيان وهو بيخش، فاقول له تشيك ان السالري اقل من اكبر من 1000 جنيه، ما ينفعش يدخل ايه اقل من، يعني ما ينفعش يدخل 900، تمام؟ ما ينفعش يدخل، اقول له ما ينفعش ايه ان هو بالسالب، راجل مسطول مثلا هو بيدخل ونسي وحط سالب في المرتب، مفيش مرتب بالسالب. ديت الكونسترينت بتاعتنا. نبدأ نمسك واحد وهنمسحها، نشرحها بالتفصيل دلوقتي. نبدأ نشرحها بالتفصيل. قال لك you can name a constraint، انت ممكن تدي اسم للكونسترينت بتاعك، او ان الاوراكل سيرفر، هشرح يا جماعه دلوقتي بالتفصيل، ما هيمسك هو قال لك انت عندك 5 كونسترينت، قال لك 1 2 3 4 5، تمام؟ انا شرحتهم لك، بس هو هنخش دلوقتي مع السلايد هتلاقيه هو شارحهم، فهشرحهم تاني. قال لك عشان تدي كونسترينت للتيبل، قال لك you can name a constraint، انت ممكن تدي اسم للكونسترينت، او
الاوراكل سيرفر generates a name by using sys_cn format. يبقى انت ممكن تدي الكونسترينت اللي انت هتعمله دلوقتي وهنعرف بتعمل ازاي، تديله اسم مثلا احمد او اي حاجه، او ان الاوراكل نفسه هو يديهولك اسم، بس الاسم بتاع الاوراكل بيبدا بكلمه ايه؟ sys_cn. ده اسم اللي بيديك الاوراكل. طب ايه الفايده ان انا اعمل كونسترينت؟ هنعرفها دلوقتي، هنعرف ادي اسم، هنعرف ايه فايده ان ادي اسم. تمام. قال لك انت ممكن تعمل الكونسترينت وانت بتكريت التيبل، او بعد ما كريت التيبل تعمل كونسترينت. ازاي دلوقتي؟ هنعرف. قال لك الحاجه تانية، انت ممكن تعمل الكونسترينت على الكولم ليفل او التيبل ليفل، هنعرف دلوقتي. قال لك لو انت عايز تشوف الكونسترينت بتاعتك، انت عندك حاجه اسمها داتا ديكشنري، والكلام دلوقتي هنشوفه بالتفصيل الممل. انسى بقى طريقه الكتابه اللي فاتت ديت، كانت كده ده جدول كده في البلاله، يعني اللي هو ايه، يعني الجدول اللي احنا شفناه ده في الاول خالص، ده كده جدول تفريحي، ما ينفعش. انا لو انا مني واحد في انترفيو قلت لك اعمل لي جدول وعملته لي بالمنظر ده، اقول لك شكرا اتفضل مع السلامه. تمام؟ يعني انت لو عملت لي جدول بالمنظر ده وانا راجل بعمل لك انترفيو، اقول لك انا متشكرين جدا يا باشمهندس، تعبناك معانا، احنا نزلناك من البيت، اتفضل روح على طول بصراحه يعني. عشان اكرر التيبل صح بقى، صح، داتابيز صحيحه، داتابيز مفيش فيها غلطه. تمام؟ بعمل ايه؟ سيبك من الكلام ده وهنشرحها على كود فعليا. بص بقى الكود ده جميل اوي، الكود ده حلو. الله، ده فيه احمر اهو. صحيح، يعني انا بجد قبل ما انا اسف، كنت انا عايز ابدا ان انا اعزي الناس كلها واعزي مصر كلها على اللي حصل امبارح، وربنا يرحمهم. انا افتكرت من اللون الاحمر. ربنا يرحمهم بجد ويعدينا من الفتره اللي احنا فيها يعني. نرجع لشرحنا تاني. خلاص نتكلم في الموضوع ده بقى في اخر المحاضره يعني. كرييت تيبل. طب خلاص، ماشي خلاص، انا اسف. كرييت تيبل امبلويز، ركز معايا بقى. كرييت تيبل امبلويز، وافتح قوس واقفل القوس واخش جوه. بص بقى وركز معايا، انت عندك كام طريقه تكتب بيها الكونسترينت بتاعك. امبلوي اندرسكور نيم، امبلوي اندرسكور اي دي، ده اسم الكولمز. قال لك الداتا تايب بتاعتك نوعها ايه؟ قال لك نمبر. كلام جميل لحد دلوقتي. انا الكلام ده شفناه يا باشمهندس قبل كده من شويه يعني. قال لك لا، خلي بالك، انا عايز العمود ده يبقى برايمري كي بتاعي، يبقى المفتاح الاساسي بتاع الجدول. هخليه برايمري كي ازاي؟ قال لك عندك طريقتين للكتابه، عندك كولم ليفل او تيبل ليفل. يعني انت ممكن تكتبه على مستوى الكولم، تحت الكولم على طول، وممكن بعد ما تكتب الكولمز بتاعتك كلها تكتبه في الاخر. وركز معايا بتكتب ازاي. هقول له امبلوي اي دي نوعه نمبر. قبل ما اعمل كوما بقول له كلمه كونسترينت. خلاص انا هدي اسم للكونسترينت بتاعي. كونسترينت اسمه emp id_bk. ده اسم الكونسترينت، ان شاء الله تسميه حماده، انت حر. تمام؟ نوعه ايه بقى؟ قال لك ده برايمر كي. يبقى كونسترينت اديله اسم برايمر كي. هل في طريقه تانية؟ قال لك انت لو خلي الاوراكل بقى هي اللي تسميه اوتوماتيك، ممكن تكتب برايمر كي على طول بعد اسم الكولمز. كده الاوراكل هيديلك اسم ايه؟ تلقائي بيبدا sys_cn. طب ايه فايده الاسم ده يا باشمهندس؟ قال لك ده له فايده جامده جدا. افرض
لا قدر الله حصل خطأ مثلا ومحتاج ان انت توقف الكونسترينت لمدة معينة، تعمل حاجة وترجع تشغله تاني. ياه، هو انا ينفع اوقف الكونسترينت اقول له ستوب يا كونسترينت ما تشتغلش؟ تمام، هعدل حاجة في الجدول وببدأ ارجعه تاني. انت ممكن تخليه انيبل او ديسيبل، او ممكن تمسح خالص الكونسترينت على العمود ده. فمحتاج عشان تمسح الكونسترينت او توقفه او تشغله لازم تكون عارف اسم الايه الكونسترينت. يبقى الاسم مهم، يبقى الاسم ايه مهم. دي طريقة الكتابة بعد اسم العمود على طول، دي اسمها طريقة كولم ليفل. في مثل بيقول لك ايه، كل شيخ له طريقة. كل شيخ له طريقة. في بعض الناس البروجرامرز بيكتب لك كل كولمز تحتيه الكونسترينت بتاعه، كل كولمز تحتيه الكونسترينت بتاعه. قال لك لا، انا احب اكتب الكولمز بتاعتي كلها وفي اخر الجدول احدد بقى. بص بقى، قال لك كونسترينت امب اندرسكور اي دي اندرسكور بي كي، ان شاء الله تسميه اي حاجه، ده اسم عادي. ده نوعه ايه يا باشمهندس؟ قال لك برايمري كي. بس هنا راح فاتح قوسين وقال لك الكونسترينت ده يا باشمهندس انا محدده بس ان هو يشتغل على الامبلوي اي دي. يعني في بعض الناس لما كنت بشرح في معهد القوات المسلحه يقول لك يبقى هو كده عمل كل الكولمز برايمري كي. اقول لك لا، ده بيحدد الكونسترينت ده على انه كولمز عندي في الجدول. طب انا عايز اعمل كولمز تاني، بس عايز اعمل كونسترينت تاني على كولم تاني، اجي تحت كده اقول له كوما واقول له كونسترينت اسمه حماده نوعه نوت نال على عمود مين؟ على عمود الفيرست نيم. يبقى مفيش موظف ملوش اسم، لازم تحط لي اسم في الموظف. وصلت الفكرة طريقة الكتابة بين الكولم ليفل والتيبل ليفل. واحد بس اللي معايا. طيب نيجي نبدأ نشرح واحدة واحدة تاني. احنا دلوقتي عرفنا طريقة الكتابة وعرفنا الانواع، نمسكها واحدة واحدة. قالك not null ensures that null value are not permitted for the columns. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما اجي اقول لك not null constraint يبقى العمود ده لازم تدخل فيه بيان. في كتابة بس ناس بتكتب طريقة الكتابة بس. لما اجي اقول لك نوت نل كونسترينت العمود ده لازم تدخل فيه بيان، ما ينفعش اسيبه فاضي، لازم ادخل فيه ايه؟ بيان. يعني لما اجي احط نوت نل على اللاست نيم مفيش موظف ملوش اسم. لما اجي احط نوت نل على الجوب الترهاير ديت مفيش موظف ملوش تاريخ تعيين. تمام، مفيش موظف ملوش اداره. فلازم احط النوت نل، يعني لازم يتحط فيه ايه؟ قيمه. طب اليونيك، قال لك اليونيك constraints allow not allow already exist. يعني ايه؟ يعني مفيش بيان بيتكرر، بس ممكن اسيبه فاضي. افرض موظف ما عندوش ايميل، تمام، وحطيت على الايميل يعني مثلا هنا لما اجي ادخل ايميلات لقى 2 ايميل متشابه، فاقول له انا اسف، ده انت كده ما ينفعش تدخل الايميل ده اساسا موجود. وانت بتلاحظها لما تيجي تسجل في منتدى او تسجل على اي موقع او تعمل اكونت او تعمل ايميل وتدخل اسم، يقولك انا اسف الاسم ده ما موجود، معلش ممكن تغير فيه شويه علشان اقبله. ما هو ده اليونيك، بس ممكن تسيبه فاضي. اليونيك ممكن تسيبه فاضي، افرض واحد ما عندوش ايميل. تمام، اهو بص بقى، كرييت تيبل امبلويز، الامبلوي دي نوعه نمبر، ماشي، اللاست نيم فار تشار 225. قال لك ده نوت نل. ده يا باشمهندس ده ما اداش اسم هنا. اقول لك عادي مش مشكله، هخلي الاوركل يعمل له يديله اسم. تمام، دي طريقه الكتابه اللي انا ممكن ادي ايه، نخلي الاوركل يدي اسم اللهم صل على سيدنا محمد، يدي اسم للكونسترينت. الايميل كذا، السالري كذا، مش عارف. جه كده في الاخر قال لك انا هعمل كونسترينت اسمه امب ايميل يو كي، نوعه ايه؟ نوعه يونيك. على انه كولم؟
على الكولم اللي اسمه ايميل. فالكولم خلاص بدل ما انا كتبته هنا كتبته تحت وحددت ان هو على انه ايه، على انه جدول. كلام جميل، حلو الكلام. طيب البرايمري كي كونسترينت، البرايمري كي كونسترينت ما هقول لك دلوقتي ان في حاجه اسمها الديكشنري، هنعرفها في اخر الشابتر، ان انت ممكن تشوف الكونسترينت. هنعرف شاشه بيضه يبقى زملكاوي. اعمل ريفرش. والله العظيم الواحد مالو نفسه يهزر ولا اي حاجه. اعمل ريفرش يا باشمهندس احمد، ان شاء الله هتلاقي الشاشه تشتغل ان شاء الله يعني. الديبارتمنتس حمرا، هي حمرا في ابيض فمش مشكله بقى، ما تفكرنيش بقى بامبارح عشان انا ممكن اعيط دلوقتي بصراحه يعني. البرايمري كي كونسترينت الديبارتمنتس، لو انا جيت قلت له ده برايمري كي يعني مفتاح اساسي، مفيش اداره ملهاش رقم، ومفيش اداره ليها، مفيش ادارتين ليهم نفس الرقم، يبقى لا بيتكرر ولا بيتساب فاضي، لا بيتكرر، يبقى هو جمع خاصيه النوت نال واليونيك. يبقى انا كده بالفقاقه وبالبديهه كده انا ممكن اعمل 2 برايمري كي في الجدول. يا باشمهندس ما ينفعش، اقول لك اصبر عليا، انا عارف ان مفيش جدول ب2 برايمري كي، بس انا لو جيت قلت له العمود ده اللي هو الديبارتمنت اي دي ده برايمري كي صرف، بيور برايمري كي، بس انا جيت مثلا على اللوكيشن اي دي يا باشمهندس احمد، هو انا قلت له معلش انا قلت له الشاشه بيضه فهو اهلاوي، فقال لك لا هي هتبقى حمراء، هيبقى الشاشه لونها احمر يعني عندنا يعني. حضرتك انت ما كنتش موجود يعني، ما انتهى الموضوع خلاص يا باشمهندس علي، انا قلت له خلاص مش موضوعنا خلاص بقى يا شباب. هو الموضوع ده عندنا، انا قلت بيضه يبقى زملكاوي، قال لك لا يبقى حمراء يبقى اهلاوي بس. فانا اسف، انا اللي اسف. ماشي. الديبارتمنت اي دي ده بيور برايمري كي. طب انا لو عايز اعمل عمود تاني برايمري كي، اجي اقول له برايمري كي، اقول لك اضربك على ايدك، انت بتعمل ايه؟ ما ينفعش 2 كولمز برايمري كي. طب اعمل ايه؟ قال لك لا، انت ممكن تقول له مثلا الديبارتمنت نيم ده نوت نال ويونيك الاثنين مع بعض. ياه ينفع؟ ينفع الاثنين مع بعض، يبقى كده خد خصائص البرايمري ايه كي، يبقى كده خد خصائص ايه البرايمري كي. لما انا جيت هنا على الديبارتمنت نيم قلت له ده نوت نال ويونيك، يبقى خلاص ده خد خصائص البرايمري كي، فبيتعامل زي معامله البرايمري كي، لا بيتساب فاضي ولا بيتكرر. جمعت الاثنين دول في بعض، ما الاثنين دول في بعض نزل لك ايه البرايمري كي. كلام جميل، وصلت الفكره دي؟ علشان هنخش بقى على الفورين كي. ركز معايا قوي في الحته دي، انت لو فهمت الكونسبت بتاع الفورين كي كده انت فهمت الكونسبت الداتابيس كويس من وجهه نظري المتواضعه. انت لو معرفتش تكتب فورين كي وبرايمري كي مع بعض شكرا. فلازم تركز معايا قوي هنا. دلوقتي حضرتك لما تطلع البطاقه من جيبك من المحفظه مكتوب اسمك احمد محمد، يبقى انت احمد وباباك اسمه ايه؟ محمد. انت جيت قبل باباك ولا باباك جه الاول؟ باباك الموجود الاول، باباك الاساس،
يبقى البيرنت الاساس، البيرنت الاساس. لما اجي اقول لك جدول الادارات، انا عندي فيه الاداره برقمها بمديرها بمكانها، والموظفين كل موظف له اداره. يبقى مين الاب ومين الابن؟ مين اللي يجي قبل مين؟ انا لما اجي افتح شركه بجيب الموظفين الاول عندي واقول لهم استنوا جنبي لما ابني الشركه، ولا لا ابني الشركه الاول؟ لا، انا ببني الشركه الاول. فبالتالي يبقى الاب بتاعي الشركه. كلام جميل. يبقى انا ببني الاب الاول، بنيت الشركه بالادارات بتاعتها، وبدي لكل اداره ايه؟ رقم. يبقى البرايمري كي ده المفتاح الاساسي بتاعي موجود هو بشحمه ولحمه هنا في جدول الامبلويز، حاجه اسمها ايه؟ فورين كي. فايدته ايه يا باشمهندس؟ بيقول لك ان الموظف ده شغال في الاداره كذا. طب انا عايز اعرف اسمها، ترجع بقى لايه؟ لابوه. يا جدول ديبارتمنتس، انت اداره 10 اسمها ايه؟ قال لك اسمها ادمنستريشنز. رقم المدير بتاعها كام؟ 200. طب موجوده فين؟ موجوده في المهندسين. تمام. الكلمتين اللي انا قلتهم دول اتفهموا؟ باشمهندسة اسماء، باشمهندسة سمر، باشمهندسة ندى، جنى، ايمن، جست 78. الناس دي ما بتردش عليا ليه؟ الناس دي مش موجودة معانا ولا ايه؟ باشمهندسة مريم، لا انا احب في اكتف كده بيني وبينك كده عشان ما تنامش مني. فيا ريت لما اجي اقول تمام كده. طب ما ماشي، ما خلاص. طب ماشي، بالظبط كده، بالظبط كده، يعني يبقى في لينك كده. تاني وركز قوي معايا في الحتة دي، لو فهمتها كويس كده يبقى انت 100. دلوقتي بمثال بسيط جدا، لما بتطلع البطاقة بتلاقي اسمك انت الاول بعدين اسم باباك. طب يبقى مين اللي جه الاول؟ يبقى بابا جه الاول. انا عايز افتح شركة، ما ينفعش اجيب الموظفين اقعدهم عندي في الشارع، يا جماعه استنوا قبل ما ابني الشركه واخد مكانه واجره وافرشه ومش عارف ايه والكلام ده وبعد كده اعينكم. لا، انا افتح الشركه وابنيها الاول واسسها واعرف اداراتي كام، وببدا اعين فيها ايه؟ الموظفين. يبقى الاب بتاعي في الداتابيز جدول الديبارتمنتس. كلام جميل جدا. طيب انا عايز اعرف دلوقتي ان الموظفين دول شغالين فين، في انهي اداره. الموظف احمد وسمر وايمن واسماء والناس دي شغاله فين، في انهي اداره. تمام. فبالتالي انت محتاج جنب اسمك مكان يقول لك، يشاور لك انت شغال في انهي اداره. باخد العمود البرايمري كي من جدول البيرنت الاب، بنزله زي ما هو بشحمه بلحمه في جدول الابن، بس بيبقى نوعه فورين كي. تمام. مثال تاني، حضرتك جعت وعايز تنزل تجيب عشاء، نزلت كارفور، خدت العربية بتاعت كارفور وقعدت تحط شوية حاجات في العربية، طالع تقابل الكاشير بياخد حاجتك بيحاسبك عليها. تمام. انت دلوقتي كاستمر، عميل في كارفور، بتشتري شوية طلبات، جبنة على بيض على فول على عيش على مش عارفة ايه على كاتشب على، تمام، شوية حاجات ديت اسمها اوردر. مين الاول؟ مين الاساس بتاعي؟ الكاستمر، هو اللي راح جاب الاوردر. فبالتالي البيرنت بتاعي الاب الكاستمر ده يبقى ليه رقم. الرقم ده موجود في جدول الاوردرز، بيقول لك ان الاوردر ده اشترى مين؟ اشترى الكاستمر الفلاني. تمام.
مثال تاني اهو، بص ركز معايا هنا. هنا الكاستمر وهنا الاوردر. الكاستمر ده ليه رقم اسمه اي دي كاستمر، تمام، واسمه وبياناته وعنوانه والكلام ده. لو انت عديم ده عميل مستمر، يعني مش اللي هو مستهلك راح تاخد حاجه وتمشي، لا انت عميل مستمر ليك كود، نزل لك كود يعني. الرقم ده طبعا انت بتشتري كذا حاجه، بتشتري كذا حاجه، وانت مثلا انت جيت صاحبي معايا فاشتري، ايمن جه معايا نشتري، فاشترى نفس الحاجه اللي انا بشتريها. اشترى، انا اشتريت علبه جبنه، هو اشترى علبه جبنه، انا اشتريت بيبسي، هو اشترى بيبسي، مش عارف ايه، تمام. فهنا اوردرز له رقم برضو، رقم الاوردر وبيانات الاوردر، كلام جميل. يبقى هنا شويه اوردرات، شويه طلبات. انا اشتريت ايه؟ اشتريت جبنه وبيبسي وعيش ولانشون وحلاوه ومش عارف ايه. يبقى انا عندي هنا شويه اوردرات وشويه كاستمر. ليه؟ لان ايمن جه معايا وعلي جه معايا ومش عارف مين جه معايا واشترينا شويه حاجات. يبقى انا شويه كاستمر؟ لا، هنا في العلاقه ديت ميني تو ميني. شويه كاستمر بيروحوا يشتروا شويه اوردرات. انا ما بروحش كارفور بشتري، اروح اخد عربيه وبنزين وانزل كارفور المعادي ولا كارفور سان سيتي واشتري علبه جبنه وامشي. ليه يعني؟ فاضي انا للدرجه دي؟ لا، بنزل اشتري طلبات، تمام، بنزل اشتري طلبات. فبالتالي انا اشتريت طلبات، وطبعا كان جيت اتصلت بواحد صاحبي نازل كارفور، تيجي معايا؟ جيت جاي معاك، مش عارف ايه. طب جينا بينا مجموعه، المجموعه دي راحت اشترت طلبات، فبالتالي شويه كاستمر راحوا اشتروا شويه طلبات، فبقت العلاقه ميني تو ميني. يعني شويه كاستمر هنا كوبشه من هنا على كوبشه من هنا. اوراكل طبعا ما بيفهمش حاجه اسمها كاستمر ميني تو ميني. فعملنا ايه في حته زي دي؟ جينا هنا رحنا عملنا جدول تالت وسميناه ايه؟ سميناه ايتم. سميناه ايه؟ ايتم، تمام. نيجي نمسح بس العلامه دي. لا يا جماعه مش جوين تيبل خالص، لا ركز معايا وافصل بقى الكلام اللي فات ده قصه تانية. ده كونسبت ان انت تكاري داتابيس صح. الكاستمر اي دي ده احنا قلنا ان في علاقه ميني تو ميني بينه وبين الاوردر اي دي، ان شويه كاستمر يروحوا يشتروا شويه ايه؟ طلبات، وشويه الطلبات ديت مين اللي بيشتريها؟ شويه كاستمر. طيب طبعا هنا الكاستمر اي دي ده، هنا البي كي ده دي كي يعني برايمري كي، وهنا الاوردر اي دي ده الاوردر اي دي بي كي، تمام. عايز اربط الجدول ده بالجدول ده علشان اعرف ان الكاستمر احمد اشترى ايه. فبقول لك ان البي كي ده الاب بينزل هنا زي ما هو، بس هيبقى كاست اي دي بس فورين ايه؟ اف كي، فورين كي. طيب انا عايز اعرف الكاستمر احمد ده اشترى الاوردر ده كان فيه ايه؟ كان فيه جبنه وبيبسي وعيش وفينو ولانشون. هعرفها ازاي؟ قال لك لا، احنا ربطنا الاوردر اي دي بجدول تالت. قلنا الايتم ده رقم الايتم، تمام. خدنا البي كي بتاع الاوردر اي دي بقى، بتاع ايه؟ بتاع الاوردر ايه؟ اي دي، نزلناه هنا فورين كي. بقى ده ابو ده وده ابو ده. وصلت ولا انا فشلت في الحته دي؟ يعني لو فشلت ممكن نعيدها تاني وتالت ورابع، يعني ده انا ممكن اقعد فيها اليوم كله. اخر حته اللي هي ايه؟ يعني الجبنه ولا البيض ولا الفول؟
بس انا قلت حتت يعني. يبقى انا فشلت. محدش نصفني وقال لي انا فهمتها. انا هعيط كده. طيب، ركز معايا تاني. ركز معايا تاني عشان ما معناش وقت في الروم يعني. طيب نحاول نستخدم الوان تانية. نركز معايا، مثال واقعي، مثال واقعي، مثال واقعي بجد اللي انا بقوله ده والله. ده الكاستمر، وده الاوردر. قلنا ايه؟ قلنا انا عندي هنا بي كي اللي هو الكاستمر اي دي. ركز معايا لو سمحتوا، محدش يكتب حاجه، محدش يكتب حاجه، محدش يكتب حاجه بس، وسيبني اشرح لك المثال ده. تمام؟ ده البرايمر ايه؟ كي بتاع الكاستمر. يبقى انا الاب ليه؟ لان انا الكاستمر نزلت رحت انا اشتريت المنتج، مش المنتج اللي جالي. احنا في حالة دلوقتي ان انا اللي بروح اشتري ايه؟ المنتج. يبقى انا الاساس، انا اللي بطلب او انا اللي بروح اجيب المنتج بنفسي. بي كي هنا. وقلت انا هقفل الشات بس لحد ما اخلص الشات دي، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ريت تغير اسمك. هقفل الشات بس لحد ما اشرح الشات الحته دي. انا عندي الكاستمر ده البي كي. ده ايه؟ البي كي رقم البرايمري كي، يعني برايمري كي ده المفتاح الاساسي بتاعه. طبعا بياخد اسمه وعنوانه والكلام ده. وهنا البي كي بتاع الاوردر اي دي. وهنا البي كي بتاع الايتم. نغير اللون تاني. احنا قلنا انا عايز اربط الجدول ده بالجدول ده. ازاي يا باشمهندس؟ عن طريق البرايمري كي والفورين كي. احنا قلنا ان شويه كاستمر بيروحوا يشتروا الاوردرات ديت، والاوردرات ديت مين اللي بيشتريها؟ شويه كاستمر. فبالتالي العلاقه ميني تو ميني، شويه من هنا على شويه من هنا. ما ينفعش في الاوراكل، ما ينفعش، لازم اكسر العلاقه دي ل1 تو ميني 1 تو ميني. فكسرها ازاي؟ قال لك هربط الكاستمر بالاوردر. هعرف ان الكاستمر دوت اشترى الاوردر الفلاني. الاوردر الفلاني دوت عباره عن ايه؟ ان هو مثلا، شفت انت الريسيت بتاع الفاتوره بتاعتك لما تروح تشتري من كارفور؟ بيقول لك ايه؟ انت في عندك ريسيت كده، الهيد بتاع الفاتوره موجود فيه ايه؟ احمد محمد يوسف، ورقم الاوردر هو رقم الكاستمر رقمه 10، اسمه احمد، اشترى الاوردر رقم 200. طب انا عايز اشوف الاوردر 200 دوت ايه الايتمز اللي فيه، اشترى ايه في ال 200 ديت. تمام؟ يبقى عندك كده الهيدر بتاع الفاتوره اسمك، ورقم الكود الاساسي بتاعك، الكود بتاعك اللي هو البرايمر كي بتاعك. تمام؟ ورقم الاوردر اللي انت اشتريته. انت اشتريت اوردر رقم 200. لحد دلوقتي اظن الكلام ده مفهوم. انا عايز اربط بقى ده بده. هات البرايمر كي بتاع الكاستمر، حطه نفسه في جدول الاوردر فورين كي اف كي. بقى انا ربطت ده بده. يبقى كده الفاتوره هتظهر لي ازاي؟ اسم الكاستمر ورقمه ورقم الاوردر. الاسم، رقمه، ورقم الطلب. لحد دلوقتي تمام. انا عايز اعرف الاوردر ده فيه ايه. اشترى ايه؟ اشترى جبنه وفول وبيض وعيش فينو ولانشون والكلام ده. ما هو عايز يتعشى. هيتعمل ازاي؟ هجيب البي كي ده بتاع الاوردر واحطه هنا في الايتم فورين كي.
ها وصلت الفكره ازاي اعمل برايمري كي وفورين كي؟ انا معاكو لحد الساعة 10 عشان عندي ميتنج الساعة 10. لو محدش فاهمها انا اشرحها له تاني. ده اساسك. انت لو فهمت القصة اللي انا قلتها دي، الثلاث خطوات ديت، هتفهم الدنيا. ربنا يخليك، هتفهم بقى القصة دي. تمام. انا هديك دلوقتي واجب. الواجب ده لازم يجيلي محلول المرة بكرة، لازم يجيلي محلول بكرة ان شاء الله، بس خلص شرح. طيب قالك ما ينفعش تدخل بيان في الفورين كي. بقى احنا دلوقتي انا هشتغل على رقم الموظف دوت الكينج ده هدخله في الادارة 250. يا نهار ابيض، ال 250 ديت موجوده عندي في جدول الاب. قالك لا مش هتخش. يبقى ما ينفعش ادخل بيان في جدول الابن في عمود الفورين كي مش موجود في الاب عنده فوق. تاني انا دلوقتي هعين موظف جديد. جه الموظف بدل ما يدخل 90 نام شويه وصلح وراح مدخل 900. انا عندي اداره رقم 900. الراجل ده هيتعين في الهوا يعني ولا ايه؟ لا طبعا. قبل ما هيخش بيان هنا بيروح يتشيك على البيانات اللي في الاب. انت عندك رقم 900؟ قالك لا. قالك انا اسف الرقم اللي انت مدخله ده غلط، ما ينفعش ادخل 900 لان ما عنديش في الاب 900. طيب لو انا جيت بقى وحبيت امسح رقم اداره، لو انا حبيت امسح رقم 50 ديت اللي هي الشوبينج او البرسيجنج، اي اداره من اللي فوق دول، الاي تي مثلا، همسح اداره 60. اقول لك انت بتهزر، الاداره دي فيها 50 موظف، انت هتهد الاداره على دماغهم؟ هتمشيهم بره؟ هتطلعهم بره؟ ما ينفعش. لازم تطلع الاداره الاول، تفضيها من الموظفين وبعد كده تمسحها. يبقى ما ينفعش امسح بيان من الاب، ما ينفعش امسح بيان هنا موجود فيه بيانات في الابن. ليه؟ لو الاداره 60 مثلا وانا عايز امسحها من فوق من هنا، اداره 60 اللي هي الاي تي، عايز امسحها من جدول الديبارتمنتس، هيقول لك انا اسف لو سمحت الاداره دي فيها موظفين، ما ينفعش. في حاجه اسمها ريفرنشال انتجريتي، التكامل المرجعي للبيانات. انت كده بتكسر العلاقه، وما ينفعش انا اكسر علاقه. ربنا يخليك يا رب. ما ينفع البرايمري كي يبقى فورين كي في جدول تاني. بس سيب القصه دي بعدين، دلوقتي خلينا بس نشرح القصه دي. طيب لو انا جيت ادخل، نرجع للحته تاني دي، بس اكمل الكلام ده يا جماعه عشان ما معيش وقت. والله انا مش معايا وقت، عايز انجز، بس انجز الحته دي وهراجع عليها بكره ان شاء الله. تاني اللهم صل على محمد، انتوا بتقطعوا تركيزي والله. تاني، لو انا هدخل موظف في اداره 900، قبل ما يدخل 900 ويخش البيان في الجدول، هيروح يتشيك على البيانات الموجوده في الايه، في الديبارتمنتس. انت عندك رقم 900؟ قال لك لا، انت الموظف ده انت هتدخله في الهوا، ما ينفعش. لازم الرقم قبل ما يخش هنا يكون موجود فوق اصلا. ده رقم واحد. رقم 2، ما ينفعش امسح من الديبارتمنتس وعندي موظفين في الاداره. ما ينفعش امسح من الديبارتمنتس وعندي موظفين في الاداره. ليه؟ لان هيهد كده الاداره على دماغهم. ما هو كده عايز تمسح هتهد الاداره على دماغهم. ده بالنسبه للفورين كي والبرايمري كي. هل في حد عنده مشكله في الحته دي؟ طيب انا هشرح طريقه الكتابه وبكره نكمل على الموضوع ده ان شاء الله الساعه 8 باذن الله. بكره
انا هشرح بس الحته ديت عشان انا عندي ميتنج الساعه 10. يا ريت برضو تحضروه معايا، يا ريت تحضروه معايا الميتنج ده. هقول لكم ازاي تحضروه دلوقتي، بس اكمل شرح طريقه كتابه الفورين كي. كرييت تيبل الامبلويز، لينك اونلاين. كرييت تيبل الامبلويز، الامبلوي اي دي ده نمبر، اللاست نيم فايت شار نوت نل، الايميل كذا 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 كذا، جاي في الديبارتمنت اي دي ده العمود الفورين كي. بص بقى طريقه الكتابه وركز قوي. الديبارتمنت اي دي ده نوعه نمبر، كلام جميل. بص بقى كونسترينت اسمه ام بدبت اف كي، نوعه ايه؟ فورين كي. بس خلي بالك ان هو حط هنا كوما، مادام حط كوما يبقى كده بيكتب على ايه؟ على انه طريقه، التيبل ليفل ولا الكولوم ليفل؟ اشوف مين الناس اللي فهمت. تيبل ليفل، برافو. مادام حط كوما يبقى كده بيكتب على التيبل ايه؟ ليفل. يبقى كونسترينت اسمه كذا، نوعه فورين كي، على عمود اللهون الديبارتمنت اي دي. طيب مش الديبارتمنت اي دي ده مش مفروض يبقى مربوط بجدول الديبارتمنت اي دي في جدول الديبارتمنتس؟ قال لك قال لك الريفرنس بتاعك، ريفرنس لازم تكتب له كده، الريفرنس جدول الديبارتمنتس العمود اللي موجود فيه اللي اسمه ايه؟ الديبارتمنت اي دي. يبقى كده انا ربطت الديبارتمنت ده بالديبارتمنتس اللي موجود فين؟ في جدول الديبارتمنتس اصلا. دي طريقه كتابه الفورين كي. طبعا الكلام ده هعيده تاني بكره، تمام؟ انا لو دخلت في الحته ديت هضطر اطول عن كده، وانا اساسا المفروض اخلص 9:30 علشان الغرفه مش عشاني، تمام؟ فاحنا واقفين عند سلايد 27، تمام؟ ولا اشرح الحته دي تاني؟ اشرح الحته دي عشان يبقى احنا كده خلصنا من الفورين كي، ويبقى باقي التشيك وناخد مثال عملي، تيبل فعلا عملي، تمام؟ قال لك بص كده defines الفورين كي defines a column in the child table at the table constraint level. انت عشان تكريت فورين كي بتعمله على التيبل ليفل، بتعمله على التيبل ليفل. الريفرنس بتاعك لازم يكون identified that table and column in the parent table، ده العمود البرايمري كي اللي في البيرنت. ايه بقى الاون ديليت كاسكيد والاون ديليت سيت نال؟ لو انا بكريت في العمود زي ده كده، وقلت له بعد الكوما قبل الكوما ديت اون ديليت كاسكيد، يعني معنى كده ان انا بقول له، انتوا فاكرين من شويه لما جيت قلت لك همسح اداره 60، هيقول لك انا اسف يا اسف انت بتهزر، الاداره دي فيها موظفين ما ينفعش امسحها، تمام؟ هتعمل ايه بقى؟ انت عايز تمسحها بقى عافيه، بالعافيه همسحها، هي قفلت معانا همسحها. انت لو كنت عامل وانت بتكريت التيبل حاجه اسمها اون ديليت كاسكيد، معنى كده هيقول لك امسح 60 وامسح الموظفين اللي فيها ودمر العلاقه الفورين كي والبرايمري كي. يبقى اون ديليت كاسكيد بيتيح لك ان انت تمسح الاداره حتى لو فيها موظفين، بس بيعمل دروب للريليشنز بتوين انذر تيبل. يعني ايه الكلام ده؟ بيدمر علاقه بين الجدولين دول، بيبقى معاش في حاجه اسمها برايمري كي فورين كي بين الجدولين. كلام جميل. طب الحاجه الثانيه اللي كانت موجوده تحت اون ديليت سيت نال، اون ديليت سيت نال، اون ديليت سيت نال يعني ايه؟ يعني بكل بساطه لو مسحت اداره 60 امسحها، هتتمسح، بس هيجي على عند 60 هنا في الامبليز هيشيل 60 دي يحط نال، هيشيل 60 ويحط نال، هيشيل 60 ويحط نال، بس الريشنال ايه؟ موجوده. يبقى انت عندك طريقتين، بس خلي بالك مش اي حد يستخدم الاون ديليت كاسكيد. لو انت استخدمتها ومش قوي ومش عارف انت بتعمل ايه، دي خطيره جدا، دي هتدمرك الداتابيز لو انت مش عارف تستخدمها ومش عارف تكنترول عليها كويس، تمام؟ بس اعرف ان انت عندك حاجه اسمها اون ديليت كاسكيد واون ديليت ايه؟ سيت نال.
هوقف والتشيك بالمره. عشان كده احنا خلصنا الكونسترينت. التشيك قال لك انا عايز اتشيك على البيان اللي داخل ان هو يبقى اكبر من الصفر في السالري، فبقول له ايه؟ السالري نوعه نمبر، تمام، كونسترينت اسمه كذا، نوعه ايه؟ نوعه تشيك، وافتح قوسين بقول له ان العمود ده اكبر من ايه؟ من الصفر. يبقى انا بقول له اسم كلمه كونسترينت، اسم الكونسترينت، نوعه تشيك، ولازم افتح قوس واقفل القوس واقول له ان عمود السالري ده اكبر من الصفر، اكبر من 1000، لا يساوي سالب، مش عارف اي حاجه باي شرط انت عايز تحطه. فانت بالتالي هنا تشيك وتحط بين القوسين شرط كونديشن، يعني زي شرط الهوير. ديت الكونسترينت اللي احنا علينا، وده كود كرييت تيبل هنشرحه ان شاء الله بكره. مطلوب منك حضرتك بكل بساطه هتكتب لي كود كرييت للكاستمر، وكود كرييت الاوردر، وكود كرييت الايتم بالفورين كي والبرايمري كي، ويا ريت الناس تبعتها لي على الميل. هكتب الميل بتاعي دلوقتي، وتكتب لي answer the questions in course، اجابه السؤال اللي كان في الكورس. لحد لو يعني بجد انت لازم تجاوب السؤال دوت ليك لنفسك. انت لو ما جاوبتهوش قول على نفسك كده ان انت مش فاهم حاجه في الكورس، ويبقى انا كده فشلت. تكتب لي كود الكاستمر، كاريت تيبل الكاستمر، هتكاريت تيبل الاوردر، هتكاريت تيبل الايتم، تمام، بالفورين كي والبرايمري كي، وشوف مين بقى اللي بيتكريت الاول قبل مين والكلام ده، وطريقه الكتابه صح. هترجع طبعا الباوربوينت غش، انقل من الباوربوينت طريقه كتابه الفورين كي والبرايمري كي لحد ما اكد لك عليها المره الجايه ان شاء الله بكره، وهناخد مثال عملي. ادي الايميل بتاعي انا كتبته لحضراتكم اهو، تمام. هتكتب لي السبجكت انسر questions in course، ادي رقم التليفون لو اي سؤال، تمام، سوري، تمام. ادي الويب سايت بتاعي، والويب سايت بتاع الدارين هحطه لكم حالا دلوقتي. وادي الاكونت بتاعي على الفيسبوك. انا كده خلصت شرح. بجد انت لو بعتلي اغلط في الكود، اغلط بس ابعتلي. انا لو بعتلي هعرف ان انت مهتم وانترستد بالموضوع قوي وعايز تتعلم بجد وعايز تبقى حاجه كويسه. لو فهمت الكونسبت وكتبت لي الثلاث جداول دول صح، لو طلبت منك اللي هتعرف تكتبه، تمام. انا مضطر ان انا استأذن علشان عندي ميتنج دلوقتي على الجروب التاني اللي هو اسمه اور دريمز. استودعكم الله زي تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اني احبكم في الله. السلام عليكم.